السلام عليكم. كل أنظار عشاق المنتخب الوطني الجزائري وعشاق اللاعب الجزائري يوسف بليلي ينتظرون مصير اللاعب الدولي يوسف بليلي المستقبلي، فهل يعود إلى ناديه السابق؟ بات الدولي الجزائري يوسف بليلي لاعب أجاكسيون الفرنسي على أعتاب العودة إلى الدوري التونسي لخوض تجربة جديدة في الترجي، وحسب ما نقلت مصادر إعلامية فإن يوسف بليلي مرشح بقوة للعودة إلى الدوري التونسي بعد أن تم اقتراح الأمر من طرف مقربين من اللاعب على ناديه السابق الترجي. وأكدت المصادر أن اللاعب الجزائري الدولي يوسف بليلي يحن لأيامه مع الترجي ولا يمانع فكرة خوض تجربة جديدة بعيدا عن أجاكسيو الذي بات قريبا جدا من توديع ليغ 1. ولا تنوي إدارة أجاكسيو تجديد عقد الدولي الجزائري الذي التحق بالفريق في أكتوبر 2022 في صفقة انتقال حر، ويقضي بليلي أسوأ مواسمه الاحترافية بسبب غياباته المتكررة ومقاطعته للتدريبات احتجاجا على عدم تجديد عقده. وفي نبأ آخر، حقق اليوم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يلعب له النجم الجزائري رياض محرز فوزا كبيرا على مستضيفي إيفرتون ب3-0 بفضل ثنائية غاندوفان وهدف من العملاق النرويجي هالاند، محققا بذلك النقطة 85 خلال مشواره في الدوري البريمير ليج لهذا الموسم من 35 مباراة. وفي مقابل ذلك سقط الوصيف أرسنال بعد عصر اليوم الأحد بداخل علاقة ملعب الإمارات بنفس النتيجة 3-0 أمام ضيفه برايتون، ما جعل رصيد أشبال أرتينا يتجمد عند حدود 81 نقطة من 36 مباراة، وهو ما من شأنه أن يعزز من حظوظ مانشستر سيتي في إضافة لقب البطولة التاسع إلى خزائنه في ظل اتساع فارق النقاط بين الفريقين إلى 4 نقاط كاملة، مع مباراة ناقصة يرتقب أن تجمع أشبال بيب غوارديولا لاحقا بنادي برايتون بملعب هذا الأخير بتاريخ 24 ماي القادم. ويصنف النجم الجزائري رياض محرز كثاني هداف ضمن كتيبة المدرب الكتالوني هذا الموسم برصيد 15 هدف وفي كل المنافسات بعد الدولي النرويجي هالاند، وذلك بالرغم من عدم اعتماد غوارديولا بانتظام على خدمات صاحب القميص السماوي رقم 26 الذي يسير بخطى ثابتة نحو الاحتفاظ بلقب البريمير ليج لموسم إضافي. ودائما مع أخبار محترفين في أوروبا، فإن اللاعب الدولي الجزائري أيوت نوري يقترب من الانتقال إلى فريقه الجديد، حيث كشفت تقارير إعلامية بريطانيا أن اللاعب الدولي الجزائري ريان أيوت نوري يتجه للانتقال إلى الدوري الإسباني الممتاز لا ليغا خلال الفترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأكدت صحيفة دو أتلتيك البريطانية بأن اللاعب الجزائري أيوت نوري في مفاوضات متقدمة مع إدارة إشبيلية الإسبانية التي تسعى للظفر بخدمات اللاعب في صفقة تبادلية مع ويلهارفبروتن الذي سيحصل على خدمات اللاعب الأرجنتيني أوكونيا. وكان اللاعب الجزائري أيوت نوري قد غاب عن المباريات السبعة الأخيرة لفريقه في الدوري الإنجليزي بسبب قرار مدرب الفريق جوليان لوبيتينغي، وهو الأمر الذي جعل اللاعب يفكر في مغادرة الفريق.